طيب، الموضوع بتاع النهاردة يا جماعة مش موضوع تافه. الموضوع بتاع النهاردة مش موضوع تسمعه مرة واحدة وخلاص وتنساه بعدها. كل واحد فينا بقى دلوقتي قاعد في أزمته الخاصة، وكتير قوي من الناس اللي تلاقي عندهم أمراض نفسية، وكل واحد اللي قاعد في اكتئاب، واللي قاعد مش عايز يتكلم مع الناس، واللي قاعد بيشرب، وكل واحد في بلويته السودة. ده انا قبل كده كنت بقول لواحد صاحبي عامل ايه، رد عليا بحاجة مش فاكر الكلمة بالظبط، بس لو كانت حاجة بمعنى ايه، ما كل واحد فينا حالته زي الزفت. الموضوع بتاع النهاردة هو دخول جوه النفسية، فعلا دخول جوه النفس. عايزة ايه علشان ده يتشال منها؟ علشان كمية المشاعر السلبية والكبت وكمية الحزن اللي مكتوم جوه دوت نبتدي نعمل حاجة تجاهه. الفيديو ده الكل مكتئب، والكل مهموم، والكل مبتلى، والكل حزين، والكل واحد حاسس ان الدنيا اديته ألمين، وانه مش بيتوفق في حاجة، وان ربنا بيكرهه. هو ازاي يعني يبقى بيحصل لي كل ده ويبقى ربنا بيحبني؟ بالذمة كده، شوفها بالمنطق ما تلاقيش رد، شوفها بالقلب ما تلاقيش رد. بس الحقيقة يا صاحبي ان الفيديو ده هو تذكرة. الفيديو ده جاي يفكرك ان انت عارف الرد جواك، انت عارف ازاي تتخلص من الحزن والاكتئاب اللي عندك، انت عارف ازاي تتخلص من برود المشاعر اللي انت فيه، انت عارف ان ربنا عمره ما بيظلم حد. ولو انت حاسس انه ظلمك، فتعال احكي لك قصة شخص اعرفه. الشخص ده اول ما اتولد ابوه مات، ولما كان في سن اولى ابتدائي كده امه مات، ولما راح يتربى مع جده مات برضه، وفضل قاعد مع عمه وولاد عمه، وجا في سنه مراته اللي بيحبها وبقاله زمن معاها ماتت، وعمه اللي كان بيحميه مات. ويتخيل مع كل اللي بيحصل له دوت كان كل يوم بيقيم الليل لحد ما رجليه تموت خالص علشان يشكر ربه. الشخص ده هو حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل بكل اللي بيحصل له دوت، وطول عمره الابتسامة مش بتفارق وشه، وانت مكتئب عشان البنت الفلانية رفضتك. كلنا عارفين ان احنا بنستعبط، وان الطريقة الحقيقية للتخلص من كل اللي جواك دوت قدامك في الآية اللي في المصحف، الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أكيد سمعت الآية ديت بنسبة 100%، وعلشان كده بقولك إن كلنا عارفين، بس كل فالحين فيه هو تلبيس غيرنا في مشاكلنا. حتى يا حبيبي لو غيرك هو السبب في مشاكلك، فربنا مبتليك بالمشكلة دي مش عشان تلومه هو، علشان تبتدي انت وتتصرف. وبعدين ابتلاء ايه اللي انت فيه ده؟ الحياة لوحدها نعم. لما تنزل وتشوف ريحة الفل حواليك، وتشوف النحل وهو بيعمل العسل، تشوف موج البحر وهو جاي بالرجليك، الحاجات دي لوحدها بتفكرك بان في خالق عظيم، وان مهما الخلق شتموك وقرفوك ونبذوك ده كله مش مهم، لان الدنيا فانية وانت عارف. ومعنى ان الدنيا فانية مش معناه اللي هو خلاص اهو نكتئب اليومين دولت وما نعملش حاجة، وبكرة كده كده نتحاسب ومش فارقة بقى. على رأي ياسر ممدوح، الدنيا كخ ياعة والفقر للجدع. وفي الاخر تنسى ان كتير من الصحابة كانوا اغنياء اساسا، واستعملوا فلوسهم دي في سبيل الله، زي سيدنا عثمان وسيدنا ابو بكر. فممكن بعد ما تبذل المجهود ده كله في الاخر تلاقي النتائج مش كتير، او شبه تلاقي مفيش نتائج، لكن ده عمره ما كان فارق. لو جربت تنصح الناس نصيحة دينية وفشلت 63 مرة، فانت كده كده مش خسران حاجة اما تجرب ال 64. خليك زي الشخص اللي لما شاف المصحف بيتحرق قام جري ورفض الشخص اللي بيحرقه بالشلوت، رغم انه كان عارف انه ممكن يتحبس. تخيل انت كده ربنا يقول ايه لكل الناس التانيين اللي ما عملوش اي ردة فعل، وتخيل نفسك بقى واحد منهم. تخيل نفسك شفت عيل صغير بيتضرب بمطوة في الشارع وانت ردة فعلك ولا حاجة، وانت مش هتتسأل عن ده قدام ربنا؟ ولا احنا حاولنا نقنع نفسنا ان احنا هنتحاسب على الصلاة والصوم بس يعني؟ فانت عارف، وعارف كويس قوي ان انت لو بعيد عن طريق ربنا فانت مش هتوصل لحاجة. الآية بتقول فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. فانت اقف على رجليك وروح واذكر ربك وقيم الليل، وطول اكتر في الصلاة شوية، لان في الاخر مهما توصل لمستويات عالية فالمشترك ما بيننا كلنا ان كله مهموم الا المصلين. السلام عليكم.